السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال الحلوين تالتة إعدادي. معانا النهاردة إن شاء الله نحل لكم اختبار الهندسة لمحافظة الجيزة. النهاردة 21 يناير عام 2024، إن شاء الله تكونوا حليتوا بخير. يلا بينا نقول بسم الله، يلا بينا. السؤال الأول بيقول لي إذا كان جا 30 بيساوي جتا هاء، يا ترى الهاء بيساوي إيه؟ هنا 30 يبقى هنا 60، لازم الاتنين نيجي نجمعهم يدينا 90. يبقى 30 يبقى اللي بيتممها 60، إذا الإجابة الصحيحة هي 60 درجة. جتا 30 بيساوي جتا 60. سؤال سهل مفيهوش أي مشاكل. رقم اتنين، المستقيم المعادلة تقطع من محور السينات، يحط الصاد بصفر. يبقى صفر بيساوي 2 س ناقص 8. سالب 8 دي مش تروح هناك بموجب 8؟ 2 بقت 8 ازاي؟ ضربناها في 4 يبقى س ب4. سؤال رقم 3، بعد النقطة عن محور السينات هتاخد الصاد. فين الصاد؟ اللي هو -4، بس هو هتختار سالب، نكتب دايما موجب. يبقى البعد عن محور السينات يساوي 4 وحدات طول. رقم 4، إذا كان أ ب ج مثلث متساوي الساقين، أ ب ب3 باء ج ب7، يبقى ترى أ ج بإيه؟ والله المثلث ده مشهور جدا اسمه 3 7 7، وفي مثلث تاني مشهور اسمه 4 8 8. طب جبتها ازاي يا مستر؟ كل اللي عليك تعمله إن طول الضلع التالت بيبقى محصور ما بين الفترة دي، أو موجود في الفترة دي، اللي هي إيه؟ نطرحهم ونجمعهم. 7 ناقص 3 4، 7 و3 10. الرقم الموجود ما بين 4 لحد 10 وموجود قصادك في الاختيارات السبعة. وقال لك كمان مثلث متساوي الساقين، فلازم يبقى الضلع التالت 7. تيجي تقول لي لا 3 يا مستر، يا سيدي 3 مش موجودة جوه أصلا. الحمد لله على السلامة. رقم 5، مربع مساحته 100 فإن محيطه إيه؟ سؤال تراكمي سهل جدا، رابعة ابتدائي ولا خمسة ابتدائي. مربع مساحته 100 يبقى طول ضلعه 10، يبقى المحيط 10 في 4 ب40. رقم 6، ميل الخط المستقيم الموازي لمحور السينات. بيوازي محور السينات يبقى الميل بيساوي صفر. سؤال التاني، لو انت حليت السؤال الاول كله صح يا ريت تكتب لي في الكومنتات وتعرفني. ربنا يوفقكم جميعا وتبقوا خارجين النهارده فرحانين. يلا بينا نشوف السؤال التاني. بيقول لك 2 جا بيساوي الكلام ده كله. انا هكتب الكلام ده كله واحده واحده. يلا بينا يا سيدي. ادي يا مستر 2 جا س بيساوي جا 30 اللي هي بنص، في جاتا 60 ايه ده بنص برضه. جاتا 30 جذر 3 على الاتنين. طب جا 60 جذر 3 على الاتنين. نص في نص يديك ربع، زائد جذر 3 في جذر 3 ب3 واتنين في اتنين ب4. ربع وتلات أرباع واحد صحيح، يبقى الاتنين جا بيساوي واحد. اقسم على الاتنين يبقى الجا بيساوي نص. جا ايه اللي بيساوي نص؟ جا إيه 30. يبقى في مقياس س بيساوي 30 درجة. يلا بينا نشوف اللي بعده. فين الصفحة التانية؟ يلا بينا ندخل نشوف الصفحة التانية. نقول بسم الله. بيقول لي هنا ألف باء ج مثلث قائم الزاوية، أنا هروح أرسم له. أدي مستر. هو السؤال التاني كده خلص ولا إيه؟ طب نرجع تاني ونتأكد إن السؤال التاني خلص. هو السؤال التاني ألف تمام، لكن باء مش واضحة يا أبطال، لا تحسب إن أنا مثلا سبت سؤال ولا حاجة. السؤال التاني مش واضح. تمام. السؤال التاني باء تمام، حتى الصورة مش جايباه. طب أنا هحاول أجيبه في صورة تانية. لقيته أهو يا أبطال، موجود. ثانية واحدة، أنا هعملهولك لكن هو مش موجود هنا في الصورة. أوجد معادلة الخط المستقيم المعور بالنقطة 2 وسالب 5، ويوازي المستقيم الذي معادلته 2 س زائد ص ناقص 7 بيساوي صفر. واحدة واحدة. هو بيقول لك يوازن المستقيم ده، هتكتب له انت هنا كده. بما ان المستقيم الاول بيوازن المستقيم التاني، اذا الميل الاول بيساوي الميل التاني. طب الميل التاني بيساوي ايه؟ سالب معامل السين، يبقى سالب 2 على معامل الصاد اللي هو 1 بيساوي سالب 2. يبقى المعادلة عندك ص بيساوي م س زائد الج. يبقى الصاد بيساوي، جبت الميل اهو بسالب 2، يبقى سالب 2 س زائد الج. هتجيب الجيم ازاي؟ تبدأ تعوض 2 وسالب 5. سالب 2 ضرب 2 زائد الجيم، وتساوي الحدوتة دي كلها بالصاد. الصاد اللي هي -5. سالب 2 في 2 بسالب 4، تيجي هنا بموجب 4. 4 ناقص 5 سالب 1 بيساوي ج. اطلع فوق عوض.
يبقى الصاد بيساوي -2 س، وشيل الجيم وحط -1. هي دي المعادلة المطلوبة في السؤال الراء التاني باء. يلا بقى ندخل في السؤال التالت ونقول بسم الله. يا ريت لو انت حليت السؤال التاني كله صح تعرفني في الكومنتات. السؤال التالت بيقول لك ألف باء جيم قائم بزاوية في باء. أدي المثلث ألف باء جيم قائم بزاوية في باء. ينفع تجيب الألف والجيم تعكس أماكنهم براحتك، لكن أهم حاجة الباء في مكانها. ألف جيم ب5، باء جيم ب4. يا ترى ألف باء على طول باستخدام نظرية فيثاغورس هتقول له 25 ناقص 16 بيساوي جذر 9 3. يبقى ألف باء طلعت ب3 بنظرية فيثاغورس. دي أول حاجة هتكتبها له. أوجد قيمة جا ألف جتا جيم زائد جتا ألف جا جيم. جا ألف هتروح للألف، الجا مقابل على وتر يبقى 5/4. الجتا جيم مجاور لجيم اللي هو 4/5، زائد جتا ألف. جتا ألف 3/5 في ثانية واحدة. احنا هنا قلنا ايه؟ احنا قلنا جا ألف 4/5. مكتوب هنا 5/4 ليه؟ مش عارف والله. ادي 4/5، مفيش أي مشاكل. يلا بينا نجيب جا جيم. جا جيم 3/5. 4 في 4 ب16، 5 في 5 ب25، 3 في 3 ب9، 5 في 5 ب25. 16 و9 25/25 بيساوي 1 صحيح. كده أوجد قيمة الكلام ده طلع بإيه؟ 1 صحيح يا بيه. يلا بينا سؤال باقي. سؤال بقى، إذا كانت الجيم 3 و4، إذا كانت الجيم 3 و4 هي نقطة منتصف ألف باء. هي منتصف ألف باء. يعني أنا عندي دلوقتي الألف، هو مديني الألف بإيه؟ مش واضحة هنا برضو في الصورة. حاول أنا أجيبها في الصورة اللي معايا. الألف هنا ب1 و2. الألف ب1 و2. يا ترى الباء بإيه؟ أنا معرفش يا بيه. طب فين المنتصف؟ الجيم ب3 و4. بطريقة سهلة جدا هتفرض الباقي دي بسين وصاد، وتجمع تقسم على الاتنين. هتبدأ تقول المنتصف اللي هو 3 و4 بيساوي. يا ترى بيساوي إيه؟ اجمع واقسم على الاتنين. يلا بينا نجمع. يلا هجمع الواحد مع السين ونقسمهم على الاتنين. هجمع الاتنين مع الصاد نقسمهم على الاتنين. هساوي المسقط الأول بالأول، يبقى التلاتة بيساوي 1 زائد س على الاتنين، والأربعة بيساوي الكلام ده كله. 4 بيساوي 2 زائد ص على الاتنين. 2 في 3 ب6 بيساوي 1 زائد س. إيه أجمع الواحد يديك 6 5، يبقى س بيساوي 5. وهنا 2 في 4 ب8 بيساوي 2 زائد ص. إيه أجمع الاتنين يديك 8 6، يبقى الصاد بيساوي 6. إذا السين والصاد أو نقطة الباء اللي هو بيدور عليها أو إحداث الباء هي السين والصاد اللي هي 5 و6. لحد دلوقتي خلصنا السؤال التالت، مفيش أي مشاكل. الامتحان لذيذ جدا. لو أنت حل لحد دلوقتي صح عرفني في الكومنتات. يا رب تكون حل الامتحان كله صح، اللهم آمين. يلا بقى ندخل على السؤال الرابع. أوجد الميل. والله الميل يا مستر حسب الكلام بقى اللي هو هيديهولي، عشان ليه كذا قانون. وطول الجزء المقطوع من محور الصادات لازم معادلته. المعادلة دي يا ترى بيساوي إيه؟ 2 س ناقص 3 ص زائد 6. أظن إنها كده 2 س ناقص 3 ص زائد 6 بيساوي صفر، عشان الصورة زي ما انتم شايفين مش واضحة. الميل هو سالب معامل السين على معامل الصاد، فالسالب يروح مع السالب يبقى بيساوي 2/3. هو ده الميل. وطول الجزء المقطوع من محور الصادات. طول الجزء المقطوع من محور الصادات هتمسك المعادلة اللي هو مديها لك هدية دي وتحط السين بصفر. طول الجزء المقطوع من محور الصادات حط السين بصفر. يبقى -3 ص زائد 6 بيساوي صفر. -3 ص مكانها -6 تروح هناك بسالب 6. نقسم على -3 يبقى الصاد بيساوي 2. تيجي في الآخر تكتب له الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي 2 وحدة طول في الاتجاه الموجب. في الاتجاه الموجب. يلا بينا بقى. إذا كان البعد هو ده، يا ترى السين بإيه؟ صلى على النبي يا بيه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خلينا نكتب بس إيه النقاط الأساسية بتاعت المسألة. أدي النقطة الأولى س و5، والنقطة التانية 6 و1. وبيقول لك البعد ما بينهم 2 جذر 5. هنطبق قانون البعد اللي هو جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق صادات. هنقول س ناقص 6
ما تنساش كل تربيع دي س دي أبطال. وخمسة ناقص واحد الكل تربيع بيساوي 2 جذر 5. س ناقص 6 مش هقدر أجي عندها، زائد 5 ناقص 1 4، ف4 ب16. الجذر ده راح فين؟ يا سيدي ده طار. ليه؟ هربع الطرف التاني يا بيه. 2 في 2 ب4. جذر يطير مع التربيع يبقى بيساوي 5. س ناقص 6 لكل تربيع بيساوي موجب 16 تيجي نفس اللي ب16، ف5 ب20 ناقص 16 بيساوي 4. إذا س ناقص 6 بيساوي 2. س ناقص 6 بيساوي -2. مستر أنا حليت بطريقة تانية، الطريقة بتاعتك صح، بس شوف يا ترى نفس الناتج بتاعي ولا لأ. -6 يجي هنا بموجب 6 وهكذا يجي هنا بموجب 6. 6 و2 8. 6 و2 8. و6 هنا ناقص 2 أو -2 زائد 6 بيساوي 4. يبقى قيمة السي ممكن تبقى ب8 وممكن تبقى ب4. ومسألة جت قبل كده في امتحانات السنة اللي فاتت، فمسألة مفيهاش أي مشاكل بالنسبة للطالب الشاطر. كده احنا خلصنا السؤال الرابع. اللي حل لحد دلوقتي صح يا ريت يعرفني في الكومنتات، يا رب متكونش غلطت ولا غلطة. يلا بينا نشوف السؤال الخامس والأخير. باين نوع المثلث الذي رؤوسه من حيث أطول أضلاعه. آدي الألف، يا ترى الألف بإيه؟ بسالب 2 و4. الباء بإيه؟ ب3 وسالب 1. الجيم ب4 و5. الجيم ب4 و5. من حيث أضلاعه يبقى أنا هجيب أول حاجة ألف باء، يلا بينا نجيبها مع بعض. 3 و2 5 في 5 ب25. 4 و1 5 في 5 ب25 يدي جذر إيه 50 يا بيه. يلا بينا نجيب باء جيم. أدي الباء والجيم. 4 ناقص 3 1 تربيع ب1. 5 و1 6. 6 في 6 ب36 جذر 37 موجودة في امتحانات السنة اللي فاتت ومسألة إن شاء الله سهلة. يلا بينا نجيب ألف جيم بيساوي جذر ألف والجيم. أقول 4 و2 6 تربيعها ب36. 5 ناقص 4 1 تربيعه ب1 يبقى جذر 37. أنت مش ملاحظ حاجة؟ أنت لو مش ملاحظ حاجة فأنا ملاحظ حاجة، إن باء ج بيساوي ألف ج. إذا المثلث ألف باء ج متساوي إيه؟ الساقين يا بيه. حد هنا سيفير اوكي؟ صلى على النبي يا بيه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نشوف آخر سؤال لعل والعسى تبقى فيه فكرة ولا حاجة. يلا بينا نشوف. بيقول لك في الشكل المقابل واو ألف ب3. طبعا الرسمة مش واضحة فدي حاجة يعني مش أحلى حاجة. واو ألف ده ب3 ماشي، وواو باء ب4. هنفرض أهو يا أبطال هنرسم هنا. أدي الواو وهنا الباء. واو باء دي ب4. كلام جميل. وبيقول لك إيه كمان ده ب3 هي دي 4 أبطال. اه وحدات طول حيث الواو هي نقطة الأصل. أوجد أحداث نقطة المنتصف ألف وباء. والله أنا هجيب الألف الأول. الألف تقع على محور السينات يبقى بيساوي 3 و0. لكن الباء تقع على الصادات يبقى 0 و4. فإحداث المنتصف هنفرض المنتصف هو مين؟ هجمع ونقسم على الاتنين. 3 و0 3 ونقسمها على الاتنين. ونجمع هنا 4 و0 4 ونقسمها على 2 يدينا 2. دي نقطة المنتصف. نفس السؤال جه في محافظة المنيا السنة دي، فسؤال متكرر وجه قبل كده كتير، في سؤال جميل مفيش أي مشاكل. معادلة الخط المستقيم ألف باء. نجيب إزاي المعادلة ألف باء؟ والله يا مستر لازم نجيب الميل عشان خاطر أقدر أجيب المعادلة في المطلوب التاني في آخر السؤال. الميل فرق صادات أو 4 ناقص 0 على 0 ناقص 3 سالب 3. إذا المعادلة صاد بيساوي م س زائد ج. الصاد بيساوي الميل لسه جايبه أهو يا سيدي ب4 على 3 وحط السالب في أي مكان زائد الجيم. شوف كده الجيم اللي هو الجزء المقطوع من محور الصادات أهو يا مستر. هذا الجزء 4 وحدات يبقى زائد 4. وبكده نبقى نهينا اختبار محافظة الجيزة في الهندسة. ما كان من توفيق فمن الله عز وجل، ما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن نفسي ومن الشيطان. يا رب تكون قفلتوا امتحان الهندسة امتحان جميل مفيش أي مشاكل. أشوفكم إن شاء الله في اختبار جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو أنت حليت الامتحان كله صح يا ريت تعرفني في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.